السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني شيء غريب النهاردة، فعلا محسسني باليأس والعجز والحيرة. تخيل ان نادي الاهلي اللي بيعاني من الباك الشمال، لما تبص على مدى ومستوى التاريخ في الدوري المصري تلاقي كان افضل باكات شمال في التاريخ في مصر اهلاوية. انا هكلمك على اللي انا ممكن اكون وعدت لهم من بداية الكابتن ربيع ياسين، سامع عرابي، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد عبد الوهاب، طارق السعيد لما جه من الزمالك فترة، جilberto، سيد معوض، علي معلول. 9 باكات شمال في النادي الاهلي كانت بتغزو اي جبهة يمين في التاريخ. الاهلي اللي كان عنده التاريخ ده كله من ربيع ياسين الى علي معلول، الاهلي اصبح عاجز، بنفس اللفظ للاسف، عاجز ان يطلع ناشئ يشيل جبهة الشمال للنادي الاهلي، ان يطلع او يقدر يستقطب باك شمال محترف، او يقدر يشتري باك شمال محلي. ودي مش بايده، لان احنا جبنا 1 و2 و3 فما نفعوش، مش بايده. تخيل النادي الاهلي اصبح عاجز وحابب يستنسخ، بنفس اللفظ يستنسخ، ما فعله الاهلي قبل كده مع احمد فتحي من انه كان ديفندر ولعبه باك يمين. النهارده عايز يستنسخ نفس الموضوع ده مع كوكا، ولكن حتى الان يفشل. لحد امتى الاهلي هيفضل عاجز؟ اتمنى ان الشفره دي تنحل على يد يسترب والجهاز المعاون. السلام عليكم.